والله بالخير حبايبي، وعدت إليكم من جديد. كابتن ماجد هو هذا اللي كان مهم علينا، جالسين نحكي القصة اليوم يا جماعة. قصة حقيقية أحدثت في المملكة العربية السعودية. طبعا كل اللي قاعد يذكرونه أنها أحدثت في تواريخ هجرية، فما راح أقول التواريخ ولا تبون أقول. قاعد تقول القصة واحدة تقول: تزوجت يا جماعة واحد شاب يافع نافع وعشنا عيشة جميلة. طبعا كان وسيم وكان قريب لله سبحانه وتعالى، وأيضا كان بار بأمه وأبوه. تقول أنا أقول لكم إنه هو بار، بس بار بطريقة مو طبيعية، لدرجة من كثر ما هو زين مع أمه وأبوه أنا أحمد ربي ألف مرة إنه تزوج ريال. بعد سنة زواج يبنى بنت. بعد ما يبنى هذه البنت انتقل شغله إلى المنطقة الشرقية، فكان يقعد أسبوع وينا بأسبوع وينا. ومر على هالموضوع 3 سنوات، صار وقتها عمر بنتي 4 سنوات. مين قصدي؟ لأن عقب ما صار عمرها سنة وراح 3 سنين فصاروا 4. تقول في يوم 9 من رمضان وهو بالطريق جاي لنا من الرياض للمنطقة الشرقية، يصير له حادث، تنقلب السيارة تقريبا 3 قلبات ويودونه المستشفى ويدش في غيبوبة. طبعا الدكاترة لما كشفوا عليه اكتشفوا انه هو توفي دماغيا بنسبة 95%. يعني هذه 95% النسبة اللي انتلفت من خلايا المخ. امه وابوه طبعا انصدموا صدمة ما بعدها صدمة. وغير كذي معور قلبي اكثر شيء بنتي اسماء اللي تسألني عن ابوها كل الوقت وما ادري ايش اقول لها. صرنا نتناوب انا واهله على زيارته بالمستشفى لمدة 5 سنوات. بعد 5 سنوات في ناس قالوا لي: ليش ما تطلقين بالمحكمة؟ ويجوز لك شرعا انك تطلقين، خاصة انه هو ما عاد ينفع بشيء والشيء حلال عليك، ليش ما تطلقين؟ تقول انا رفضت الطلاق، قلت طالما هو موجود على الارض راح يكون زوجي، لين رب العالمين ياخذ امانته، غير كذي ما اهده. تقول واكثر شيء انا اهتميت فيه صرت بنتي هذه اللي دخلتها مدارس تحفيظ القرآن قبل لا تكمل 10 سنين حفظت القرآن. وطبعا قلت حق بنتي قصة أبوها والحادث اللي صار له، وكانت يا أنها تبكي أو أنها تقعد صامتة. وربيت بنتي تربية أنها تكون إنسانة صاحبة دين من قبل لا تكمل 7 سنين، وهي تصلي كل فرض بوقته وغير صلاة الليل علمتنا ما تتركها. والحمد لله كانت خوش بنت وتسمع الكلام، وتعلمت من يدتها ويدها الله يرحمهم اللي هم أم وأبو الريلي، كانوا يساعدوني مع التربية. وطبعا كانت بتروح معاي ونزور أبوها مع بعض وتدفع صدقات باسم أبوها. يوم من الأيام قالت لي: يمه خليني ليلة عند أبوي. تقول طبعا كان الموضوع وايد صعب بالنسبة لي إني أخليها، أول مرة بخلي بنتي بروحها، ترديت بالبداية بعدين خليتها. وقعدت عند أبوها وقرت سورة البقرة كاملة، ختمتها وهي قاعدة على راسه تقرأ وتدعي حق أبوها. طبعا أكيد الواحد لما يقرأ قرآن وشري سهران جت لها النوم ما نامت. قعدت فجأة إلا كان وقت الصلاة. هذه البنية طبعا قاعد تقول: توضيت وصليت. تقول وأنا قاعد أصلي كبس النوم على عيني ونمت وأنا أصلي. تقول ما أمداني غفت عيني إلا أسمع صوت أحد يقول لي: شلون تنامين والرحمن يقظ وهذه ساعة استجابة، يا رب العالمين يجيب دعوة عبده وانت تنامين بهالوقت. تقول فجأة قمت وتذكرت شيء كان غايب عن بالي. تقول فجأة رفعت يديني قعدت أطالع أبوي، عيني كلها انترست دموع، وأقول: يا حي يا قيوم يا رب العالمين، يا عظيم يا جبار يا كبير يا متعالي يا رحمن يا رحيم، هذا اللي قدامك أبوي صاب اللي أصابه وأنت عالم، وإحنا صبرنا وحمدناك يا رب العالمين على اللي أنت كتبت لنا بقضائك يا رب العالمين. اللهم يا رب إن أبوي تحت مشيئتك وتحت رحمتك يا رب العالمين. شاف لنا تدعي وتقول: اللهم يا من شافيت أيوب من بلواه ورددت موسى إلى أمه وأنجيت يونس من بطن الحوت وجعلت النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم. شافي أبوي وطلع من البلوى اللي هو فيها، يا الله يا كريم رب العالمين. قالوا لنا إن حالته ميؤوس منها فألطف فيه بلطفك. قامت تدعي لين غطت عينها ونامت.
تقول نمت نومة عميقة قعدت من نومتي على صوت أحد يقول لي أنتِ منو؟ وش تسوين هني؟ تقول قعدت أتلفت منو قاعد يكلمني؟ تقول وعاد الكلام مرة ثانية ولا التفت ولا أبوي اللي قاعد يتكلم، وركضت ومسكت يدينه وبست يدينه، شو نقول لي وخري عني، حرام اللي قاعد تسوينه، أنت ما تحلين. استغفر الله استغفر الله، شلون تبوسين ديني؟ أنت منو عشان تبوسين ديني؟ أعوذ بالله من غضب الله. شو تقول له أنا بنتك أسماء. فسكت. من الصدمة هديت أبوي وطلعت أنادي الدكاترة أركض أركض أركض، وياهم كلهم وياهم دكتور أجنبي لما شاف أبوي بحصة قال الكلمة مكسرة سبحان الله. إنه يعني عربي مكسر فقال سبحان الله، وهم دكتور مصري قال سبحان الله من يحيي العظام وهي رميم. أبوي كان قاعد يطالعنا مستغرب مو عارف شو السالفة، فقلنا له صار كذي وكذي وكذي. المهم أبوي تأثر وقام يبكي قال الحمد لله ويحمد ربه ويقول رب العالمين هو الخير حافظ، هو اللي يتولى عباده الصالحين. يقول والله اني ما اتذكر الا حزه الحادث وبعدين ما اتذكر شنو صار. يقول والله احس كنا الزمن وقف عندي، لاني احس يوم وقت الحادث كنت ناوي اوقف ابي اصلي وصار الحادث. لا اله الا الله. ادري اذا انا صليت ولا ما صليت قبل الحادث، صلاه الضحى كان وقتها. تقول ام اسماء ورجع لنا وكان عمر ريلي 46 سنه. الله رزقني منه ولد لا إله إلا الله بعد ما كان زوجي متوفي دماغيا 15 سنة. ولدي الحين بالسنة الثانية يمشي. لا إله إلا الله يا جماعة، لازم عمرنا بحياتنا ما نوقف الدعاء، لأن ما يرد القضاء إلا الدعاء والصبر. كاهو ريلي ردلي ولله الحمد عشنا عيشة سعيدة. ولازم ما ننسى بعد في الموضوع بر الوالدين، لأن أم وأبوه كانوا يدعون له بعد. ولازم نفكر إن كل شيء بالدنيا أمره بإيد رب العالمين، حتى لو الأطباء قالوا ما دماغية، حتى لو قالوا إنه ما له علاج، لا علاج برحمة ورضا رب العالمين. لازم دائما يكون إيماننا قوي بالله. حبايبي مهما زادت الكرب وسكرت كل البيبان بوجهكم، باب الرحمن مفتوح للجميع، وهو الوحيد اللي لازم ما نكون يائسين من هالدنيا، لأنه هو الباقي الموجود اللي يسمع دعوة الداعي إذا دعا. حبايبي أتمنى قصة اليوم نالت على إعجابكم ورضاكم، ولازم ما ننسى إن الله موجود لو مهما